الحلقة ال15 من برنامج بسمة عمل. القرار اللي بتأجله هو اللي ممكن يوقفك. كل صاحب مشروع بيجي عليه وقت يحس ان في قرار لازم يتاخد، بس كل حاجة جواه بتقول له لسه بدري، استنى مش وقته. بس خليني اقول لك حاجة واضحة جدا، اكتر القرارات اللي بتوجع هي اللي كنت عارف انك لازم تاخدها من بدري وسكت. شفت شركة كانت بتخسر شهريا والمؤسس بتاعها عارف ان الموظف المسؤول عن التسعير بيغلط، بس سايبه علشان مش عايز يكسر روح الفريق. ومش وقته، وبكرة نتصرف، بكرة يتعدل، هتفرق قدام، هنتصرف بعدين. والمشروع بتاعه وقع في أزمة سيولة وتأخر في دفع المرتبات، والفريق اللي كان خايف روحه أو روح الفريق تنكسر اتفكك. واللي وجعني بصراحة ان قال جملة مأساوية، انا كنت عارف انه بيغلط بس ما خدتش القرار في الوقت الصح. رسالتي ليك النهاردة، في قرارات بتأجلها خوفا من المواجهة، بس كل يوم تأجيل بيخلي تمن القرار اعلى. القرار مش بيختفي، هو بيكبر وبيستناك قدام. نصيحتي ليك النهاردة، خد ساعة كل اسبوع تكتب فيها ايه القرار اللي شايفه قدامك ومأجله، ايه السبب الحقيقي لتأجيله، هل هو خوف، عشم، كسل او مجاملة، وايه التمن اللي ممكن تدفعه لو فضلت سايب. مش لازم القرار على فكرة يكون صدامي، لكن لازم يكون واضح ومتاخد. سؤالي بالك النهاردة، ايه القرار اللي كل يوم بتعدي عليه كأنك مش شايفه، بس هو السبب الحقيقي في قلقك، وهتاخده امتى قبل ما هو ياخدك لنفق مظلم. اشوفكم في حلقة جديدة من بسمة عمل.